فدي فترة فيها ضغط عصبي ونفسي كبير جدا. لما هتلاقي الحياة اللي تعودت عليها والصحاب والروتين بتاعك كل ده اختفى، فطبيعي جدا إنك تخاف وتقلق. النهايات صعبة، بيبقى جوانا مشاعر كتيرة، حزن وحنين لأيام وصحبة تعودنا عليها. يمكن كمان بنحس إننا تايهين وبنلاقي نفسنا ماسكين في الماضي علشان خايفين من بكرة، من اللي منعرفوش. أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. ما بعد حفلة التخرج، اللحظة اللي فيها خلاص كده انت ما بقيتش طالب بعد تقريبا خلينا نقول 15-16 سنة. ده كان العالم بتاعك. طبعا لازم نشيل منهم الحضانة والبلاي سكول، لكن انت بتتخرج وانت عندك 20-22 سنة على حسب كليتك ودراستك، وكل هويتك اللي انت تعرفها طول حياتك هي انك طالب. كل المطلوب منك انك تروح مدرستك او كليتك وتذاكر وتنجح. ده السيستم اللي انت تعرفه، ودي حياتك لمدة اكتر من 15 سنة. دي الكومفورت زون بتاعتك، ده الروتين بتاعك، ومتعرفش الحياة برا الزون دي شكلها ايه. والموضوع ده من اكتر الحاجات المرعبة اللي بتعدي على الواحد. الفترة دي مش سهلة، ومن اصعب الحاجات اللي ممكن تخليك مش متزن لفترة طويلة. وفي دراسات أثبتت إن معدل الاكتئاب بين الشباب ما بين 18 ل 25 سنة زادت الضعف في ال10 سنين الأخيرة. بس ليه بيحصل اكتئاب ما بعد التخرج؟ وهل هو حقيقي ولا مجرد تقلبات مزاجية؟ ويا ترى الحل إيه؟ إزاي الواحد يحافظ على صحته النفسية في الفترة دي ويستفيد بالوقت ده بدل ما يعطله سنين؟ في البداية، ليه بيحصل اكتئاب ما بعد التخرج؟ فجأة بتلاقي نفسك بعد ما كان كل اللي مطلوب منك إنك تذاكر وتمتحن في اللي انت بتذاكره وتنجح، اللي هي عملية واضحة وانت تعودت عليها ومتوقع النتائج بشكل كبير، بتلاقي بعد كده الحياة بقت غامضة. انت مش فاهم اللي بيحصل. بقى مطلوب منك إنك تبقى شخص عارف طريقه، بقى مطلوب منك إنك تحقق ذاتك معنويا وماديا، وتختار طريق هتفضل فيه السنين الجاية. بتسأل نفسك، طب لو اخترت الطريق الغلط هفضل في حاجة مش مناسبة ليا سنين؟ طب لو الفرصة جت وضيعتها، أو قبلت بحاجة والفرصة اللي كنت بتتمنيها كانت على بعد خطوة كمان وانت ما شفتهاش، هل انت كنت بتدرس حاجة انت عايزها من الأساس ولا كنت مجبر عليها؟ هل ده الوقت للتغيير ولا تكمل زي ما انت؟ أسئلة كتير ملهاش نهاية. وهنا بيجي شعور الأوفرويلمينج، الشعور الغامر، إنك تحس إن كل حاجة في الحياة بقت أكبر من احتمالك، بتغمرك، حاسس إنك بتغرق. ومع إن ده أكتر وقت مفروض تكون مركز فيه وبتاخد خطوات، هتلاقي نفسك بتهرب بأي حاجة تخدر الشعور ده. بتهرب بالأكل، بالفيديو جيمز، بالسوشيال ميديا. المخ بيدور على أي مخدر، أي حاجة تقدر ترجعه لحالة الاستقرار اللي هو متعود عليها. وطبعا لو جيت في الوقت ده وقلتلك خليك ممتن، استمتع بكوباية الشاي، بمنظر الغروب، ده خيال، ده شيء شبه مستحيل. ازاي في الحالة اللي انت فيها مستنزف تماما وتايه وتفكيرك مشتت في 1000 اتجاه تكون ممتن؟ طيب تعرف منين إن ده اكتئاب ما بعد التخرج مش مجرد تقلبات مزاجية؟ ما هو أنت لازم تحدد الأول المشاعر اللي بتمر بيها علشان تقدر تتعامل معاها. وخليني أقولك عزيزي المستمع إنه للأسف مثلا في حالتي لما كنت بمر بالفترة دي، لما كنت باجي أتكلم مع حد أكبر مني كان يقولي ما هي الدنيا كلها كده، هو أنت لسه شفتي حاجة؟ لسه التقيل جاي ورا. وبدل ما الشخص ده يديني نصيحة أو يرشدني أو حتى يقول كلمة حلوة تهون عليا الفترة دي، استخف بالمعاناة اللي أنا فيها، ويمكن ده كمان زود إحساس الاكتئاب والتوهان اللي مريت بيه. فخلينا نشوف الأعراض اللي ممكن تكون موجودة في الفترة دي، وبعدها نعرض الطرق اللي تقدر بيها تتعامل مع الموقف ده لو عدى عليك. أول حاجة التعب الجسدي. بيكون الشخص بيقضي أغلب يومه في السرير ومش قادر يعمل أي حاجة فيها مجهود، ومع ذلك برضه مش عارف ينام. الأرق بيحصل من كتر ما الواحد مخه مش بيبطل تفكير، مش عارف يرتاح وينام، وطبعا ده بيكون السبب في عدم التركيز والتوتر. تاني حاجة الشعور بالذنب أو كراهية الذات.
ممكن تندم على الوقت اللي ضيعته في حاجات ملهاش لازمة وتقول لنفسك يمكن لو كنت ركزت كان زماني دلوقتي في مكان تاني أحسن. بتبدأ تلوم نفسك تقول لو كنت ذاكرت أكتر، لو كنت أخدت الكورس الفلاني، أو تحس إنك اخترت التخصص الغلط أو الكلية الغلط. ممكن تحس بالغضب لما تلاقي شهادتك اللي تعبت علشان تاخدها ما وصلتكش للمكان اللي بتحلم بيه. تالت حاجة الوحدة. لو انت اتعودت تعمل حاجات مع أصحاب الكلية ولأن وقتها كلكم كنتوا في نفس المكان، كان سهل انكم تروحوا أي حتة في أي وقت، تطق في دماغكم فكرة فتعملوها. لكن دلوقتي كل واحد بقى في دوامة مع نفسه، بيحاول يلاقي طريقه، بقى صعب انكم تتجمعوا زي الأول. فهتلاقي نفسك بقيت لوحدك، مش عارف تلاقي الحاجات اللي كانت بتسعدك وتملى حياتك. رابع حاجة اليأس والمقارنة. بتفتح السوشيال ميديا ويمكن تلاقي زمايلك ماشيين في حياتهم كويس وبيحققوا حاجات، وانت حاسس انك في مكانك وكل الناس بتتحرك لقدام. نفسك ترجع الوقت علشان تقدر تعمل حاجة تغير بيها الواقع بتاعك. حاسس باليأس وان الفرصة عدت وانت ما شفتهاش. خامس حاجة مفيش أي حافز. هتبدأ تشوف ان كل الطرق اللي قدامك صعبة ومفيش أي فايدة، وتقول لنفسك اللي بيشتغلوا في أماكن كويسة لازم يبقى معاهم واسطة وأنا مش هقدر. فتلاقي نفسك مع الوقت فقدت الأمل، مش بتحاول أصلا تبعت السي في بتاعك ولا عايز تدور. طب دي الأعراض، إيه بقى الحلول؟ أول حاجة رتب أفكارك. الوقت ده هتعدي عليك 1000 فكرة في اليوم، ولو معرفتش ترتب أولوياتك هتتوه في وسط الأفكار دي. فابدأ حدد أنت عايز إيه. هل انت عايز تلاقي شغل في مجالك ولا عايز تغير المجال ده أصلا؟ طب لو انت عايز تلاقي شغل في مجالك، شوف ايه المقومات اللي عندك تخليك تلاقي شغل. هل محتاج تطور حاجة معينة أو تتعلم حاجة جديدة؟ طيب هل محتاج تدريب ولا أخدت تدريبات في الكلية؟ لو قعدت تكتب الأفكار دي هتقدر على الأقل تشوف انت مفروض تتحرك في أنهي اتجاه. تاني حاجة خليك واقعي. هتيجي تدور على شغل هتلاقي انهم عايزين خبرة، طب انت لسه متخرج هتجيب الخبرة منين؟ وهتلاقي للأسف على أرض الواقع الشركات بتستغل النقطة دي. عندهم كل سنة ناس لسه متخرجة يقدروا يستغلوهم ويشغلوهم عدد ساعات كتير بفلوس قليلة جدا، أو حتى من غير فلوس خالص تحت مسمى انت بتاخد معانا خبرة. ده غير ان المنافسة عالية جدا لأن العدد كبير. فالخطوة دي ممكن تعدي عليك، ولأن ده الواقع للأسف ممكن تكون أول سنة أو سنتين في حياتك المهنية ما يكونش ليهم عائد مادي تقدر تعتمد بيه على نفسك كليا. لكن المهم هنا هو إنك تختار صح، يعني تشوف المكان اللي فعلا هتاخد منه خبرة مش هيستغلك وخلاص، المكان اللي هتتعلم فيه ويكون خطوة كويسة في طريقك واسمه هيساعدك بعد كده في خطواتك الجاية. تالت حاجة خلي عندك سيستم. لو انت لسه ما لقيتش شغل ما تخليش مخك يفتكر ان دي اجازة تقوم تسهر للصبح وتنام طول اليوم. لازم يكون عندك روتين يقدر يخليك تتطور وتشوف نتيجة ايجابية في حياتك. ولو قدرت تلاقي شغل، ممكن شغلك في مكان جديد يسحب كل وقتك ويسيطر على كل حياتك، وبعدها لما تيجي تحاول تشتغل في مكان تاني هتلاقي نفسك مطورتش نفسك كفاية علشان تقدر توصل للمكان ده فتفضل في مكانك. فهنا بقى بيجي دور السيستم، إنك تنظم وقتك على قد ما تقدر. اعمل جدول ليومك وما تخليش كل حاجة في حياتك بتدور حوالين الشغل. اهتم بصحتك وبنومك وبأكلك، إنك تتعلم حاجة جديدة بس من غير ما تضغط على نفسك وأعصابك. رابع حاجة ابدأ بحاجات صغيرة. لو حسيت إنك متشتت بين 100 حاجة ومش قادر تفكر وتختار، فابدأ بهدف صغير وسهل، حاجة يكون سهل إنك تتحكم فيها وتقيسها، مثلا إنك هتاكل أكل صحي أو إنك هتلتزم وتلعب رياضة. يمكن ده يبان ظاهريا إنه حاجة ملهاش علاقة بالتخرج أو إنك تلاقي طريقك وهدفك في الحياة، لكن ده بيدرب المخ على إنه يحس بالالتزام، إنه يحس بإنك بتنجح في حاجة فيديك إحساس بالإنجاز وإنك عايز تحقق حاجات تانية. وده اللي بيخليك قادر تشوف بعد كده أنت مفروض تلتزم بإيه علشان تلاقي منه نتيجة. خامس حاجة خليك لطيف مع نفسك. التغيير خصوصا لما بيكون كبير قوي بيكون صعب، وطبيعي جدا إن كل ده يأثر عليك. دي فترة انتقالية في حياتك، ما تلومش نفسك ولا تقارن نفسك بحد. وحتى لو أخدت قرار غلط في بداية حياتك عادي، كلنا بنغلط، والغلط ده أصلا شيء ضروري علشان نتعلم. وأي حاجة حصلت
أو هتحصل أنت تقدر تغيرها. فالقلق الزايد من قراراتك في الفترة دي هيتعبك ومش هيفيدك. خلي عندك ثقة في نفسك وفي ربنا، وهتلاقي نفسك دايما في المكان الصح. في النهاية إنك تتخرج من الكلية ده تحول رئيسي في حياة أي شخص. دي أول مرة في حياتك مش هيبقى مطلوب منك إنك تروح مكان تتعلم وتمتحن وتنجح. خلاص كده أنت بقيت مسؤول عن نفسك وعن قراراتك، وكل قرار هيكون له عواقب على حياتك ومستقبلك. فدي فترة فيها ضغط عصبي ونفسي كبير جدا. لما هتلاقي الحياة اللي تعودت عليها والصحاب والروتين بتاعك كل ده اختفى، فطبيعي جدا إنك تخاف وتقلق. النهايات صعبة، بيبقى جوانا مشاعر كتيرة، حزن وحنين لأيام وصحبة تعودنا عليها. يمكن كمان بنحس إننا تايهين، وبنلاقي نفسنا ماسكين في الماضي علشان خايفين من بكرة، من اللي منعرفهوش. لكن كل نهاية مهما كانت صعبة أو حلوة أو مرة فهي بداية حياة جديدة. مع كل نهاية بنلاقي بيبان لتجارب جديدة، والفترات الانتقالية الكبيرة في حياتنا دي هي اللي بتدينا فرصة إننا نتطور ونلاقي نفسنا ونعرف إحنا مين وعايزين إيه. التغيير من أساسيات الحياة، وعلشان تقدر تشوف إن كل نهاية هتوصلك لبداية جديدة لازم يكون عندك مرونة وأمل وإيمان إنه حتى لو لقيت صعوبات وتحديات فأكيد في الآخر في حاجة كويسة جدا مستنياك. صدقني عزيزي المستمع، انت عندك القدرة انك تبني المستقبل اللي بتحلم بيه، وافتكر دايما ان كل نهاية هي بداية حياة جديدة، فاستمتع بالرحلة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، واشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. ده بودكاست نقطة نور، ومعاكم نرمين كامل.